شيخ بسم الشعراوي الله مش محتاج حد يدافع والحمد عنه. لله تاريخه كفيل يعمل والصلاة ده. والسلام على واحنا سيدنا اتعودنا في رسول موسم الله. الهجوم على الشيخ اللهم الشعراوي إني ان كل أدعوك واحد ملوش بما قيمة دعاك يطلع به يقول أولو اي العزم من كلمتين الرسل، عشان اسمه يظهر من جديد. وأدعوك بس عاوزين بما نقول لهم دعاك شكرا. به آدم شكرا لان عليه هجومكم السلام. ده مش بس بيكون ربنا سبب ان ظلمنا الناس تفتكر أنفسنا تاريخ الشيخ وإن لم الامام تغفر وتترحم لنا عليه، ده وترحمنا كمان بيأكد انه لنكونن اقل من ما يوصف الخاسرين. به مخطط وأدعوك تشويه ممنهج بما دعاك يشن من به اهل نوح الشر عليه ضد السلام فضيلة الشيخ حين الجليل قال والعالم رب اغفر القدير لي والرمز الكبير ولوالدي محمد متولي ولمن دخل الشعراوي اللي بيتي أصبح علمه وقدره وللمؤمنين ووسطيته والمؤمنات كابوس ولا بيحول تزد أحلامكم الظالمين لأرق إلا وبيفسد تبارا. مخططكم الخبيث، وندعوك مخطط بما الشر دعاك به والإفساد اللي إبراهيم الهدف منه عليه تشويه السلام الرموز والثوابت. حينما تصدر قال شخصية رب عظيمة اجعلني بحجم مقيم إمام الصلاة الدعاة محمد ومن متولي ذريتي الشعراوي محركات ربنا البحث الفترة وتقبل الأخيرة دعاء. رغم مرور وصلى سنوات الله طويلة على وبارك وفاته. على فإن محمد. هذا يؤكد أن الشعراوي لا زال يعيش في قلوبنا بعلمه وقدره الكبير. الشعراوي لا يزال في نفوس المصريين، فهو وأمثاله ثروة كبيرة وقيمة علمية ودينية متزنة. نشروا السلام والوسطية في حقبة كبيرة من الزمن وفي مجتمع كان له ظروفه وثقافته المختلفة. وهنا هقول لأصحاب السبوبة اللي يتفننوا في تشويه الشيخ الشعراوي: لماذا يثير الموتى كل هذا الضجيج رغم وفاتهم منذ سنوات؟ أليس هذا خواء فكري وفقر علمي وديني؟ هل أصبح الموتى بالنسبة لكم مزعجين، أم الحقيقة هي أن علمهم الكبير لا زال على قيد الحياة؟ والسؤال الأهم: من أنتم حتى تقيمون رمزا وعالما جليلا بحجم الشيخ الشعراوي؟ لو كان فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي عجوزا ريفيا أو متطرفا سلفيا كما ذكر بعض الجهلاء، فهل هذا اتهام لملايين المتابعين والمحبين في مصر وفي الشرق الأوسط ممن يحبون الشيخ محمد متولي الشعراوي بالتطرف أيضا؟ هل حاول من يهاجمون الشيخ الشعراوي أن يستمعوا أو يفهموا كل صباح وسطية واتزان دروس الشيخ الجليل محمد متولي الشعراوي على إذاعة القرآن الكريم؟ قدر وقيمة العلماء والرموز الكبيرة خاصة بحجم الشيخ محمد متولي الشعراوي لا تزعزعها محاولات وحملات التشويه التي يشنها فقراء الفكر، فهي مجرد أقاويل. فلا يضر تاريخ الكبار وعلمهم وقدرهم في قلوب الملايين نباح الصغار، وحملات تشويه لا يراد منها إلا فتنة. وأخيرا، تدخل الدولة لحماية الرموز والعلماء والتعامل الحاسم بإجراءات وقوانين صارمة أمر واجب على كل المؤسسات المعنية إن كنا فعلا نريد الحفاظ على ثروة مصر الكبيرة من العلماء والرموز. الرموز في كل التخصصات والمجالات، مش بس الرموز الدينية. الرموز اللي ملوا حياة المصريين بالعلم والسلام وشكلوا ثقافة ملايين من الناس في المجتمع المصري والعربي. وأما دفاعا عن الإسلام فانظروا إلى التاريخ. من الذي رد همجية التتار عنه؟ إنها مصر. من الذي رد هجوم الصليبيين؟